انا مش قادره انسى اللي حصل وهموت على نفسي من الضحك. من كام يوم كده بابا نازل يشتري حاجات من السوبر ماركت، ولاقي عم حمدي صاحب السوبر ماركت قاعد متضايق. فبابا بيقوله مالك يا عم حمدي شايل طاجن ستك ليه؟ فبيقوله الواد ابني كل ما يتقدم لواحده بيترفض، وانت شايف العمر بيعدي ونفسي افرح بيه واشوف عياله. فبابا قاله ازاي احمد يترفض؟ ده دكتور محترم. خلاص يا عم متزعلش، انا هقول لك على حاجه عمري ما كنت هقولها لحد. هات احمد وخليه يتقدم للمهندسه رنا. واتفقوا والدنيا كانت زي الفل، والدكتور احمد جه. المهم اتكلمنا في الاساسيات واتفقنا، والموضوع كان ظريف وما كنتش فاهمه ازاي بيترفض. وانا بفكر قطع تفكيري وهو بيقول لي رنا ممكن طلب. قال لي ممكن اجي اقعد جنبك علشان مش مستريح على الكنبه دي. فانا قلت له تعالى مفيش مشكله، بس اوعى تلمسني ساعتها هولع فيك. فقال لي متخافيش، وفعلا كان قاعد محترم وبعيد عني. بس بعد شويه سرحت برضه وسالت نفسي هما ليه كانوا بيرفضوه، وما حسيتش بيه وهو بيقرب مني واحده واحده. ومره واحده لقيته قرب من وداني وراح فاتح بقه وراح قايل لي توت بصوت عالي. حسيت ان ودني اتخرمت. انا هنا ما حسيتش بنفسي غير وانا بجيبه من شعره وبقوله انت بتعمل ايه يا تافه. وانا لحد دلوقتي مش فاهمه ازاي دكتور يكون عقله طاير كده.